امامنا طاقم تحكيم سفيان امرابط لاعب فريق ولو ان وليد القلاقي اختار بان بلال خنوس ان يكون حاضر في بدايه هذه المباراه. وناحي يحاول يمرر التمريره اشرف حكيمي. هناك خطا بالفعل، كان تدخل ديال اليكس نيكولاو. 7 ساعات في هذا اللقاء. تبعد المحاوله، حكيم زياش رفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، ابعاد الكره. الدوري البرازيلي انتهى بدايه نوفمبر الماضي. انطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز. فوز في هذا اللقاء. تبعد المحاوله، حكيم زياش رفع الكره، فرصه لكن الاصابه الحمد لله ما كانش. حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه على مستوى الاخطاء وكذلك على مستوى الزاويه مشات الكره من الجهه. فرصه تمريره زياش، تسديد وتدخل. ترجع الكره بشكل ممتاز. حكيم زياش عند سفيان بوفال محاوله المراوغه. لاحظوا العوده ديال لوكاس تولنتينو وفينيسيوس. كره خطيره دخول داخل منطقه الجزاء عند لوكاس تولنتينو، خطيره. فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى. الدوريات الكبرى على المستوى الاوروبي مشات كره تحقيقا. هناك خطا بالفعل. بحقه في التنظيم في الوقت تبع المحاوله. اشرف حكيمي فينيسيوس حذري من انطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور. تدخل اوبا في الوقت تبع هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه منتخب البرازيل. تدخل واسترجاع هذا المباراه. تبعد المحاوله بواسطه فينيسيوس جونيور. يوسف نصيري، فرصه مرات جانبا. فرصه الهدف مرات جانبا بواسطه نصير مزراوي، هو اللي كان وراء الكره الاخيره. تبعد المحاوله في المنتخب البرازيلي جانبا. كره طويله تبعد المحاوله ممتازه. برشلونه في الوقت تبعد المحاوله في المنتخب البرازيلي جانبا. كره طويله لابد من ابعاد الكره. ياسين بونو كنقول بانه بشكل مبين خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي في الوقت هناك الوطني المغربي. وبالتالي الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان متابع خطا. كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس والبحث ريان القطري. هناك خطا بالفعل. ضربات الرأسية، لعبت كرة دائرية، فرصة خروج الحارس، فرصة بوفال. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية. فرصة حكيم زياش، فرصة الهدف. حكيم زياش كان بإمكانه يضع الكرة في الشباك. لعبات بطريقة ممتازة. لاحظوا ردة فعل ديال وليد القلاقي. جزاء، تسديدة، تدخل الدفاع. حكيم قائم جولة أولى مثالية. فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عز الدين يسرى، فينيسيوس جونيور، وأشرف حكيمي. فينيسيوس جونيور كانت خطيره. هذا تسديده مشات عز الدين أناحي. شو يعمل عز الدين أناحي؟ تمريره، فرصه. سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد. محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كان تدخل ديال سفيان امرابط. الحكم كيعلن خطا لفائده المنتخب. تدخل مره اخرى. اشرف حكيمي حاول تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي. بوفال عند نصير مزراوي وحاول يمرر. واشرف حكيمي يحاول يمرر في اللاعب يوسف النصيري كبار. لكن هذا تدخل ممتاز. ياسين بونو، ردة فعل ياسين لفائدة المنتخب الوطني المغربي. بلال خنوس دخل داخل المنطقة البرازيلي. فرصة عز الدين أناحي وتدخل الحارس ويفرتون لبعاد الكرة. عز الدين أناحي، تسديد فينيسيوس جونيور. تدخل سفيان امرابط. الدفاع دائما فرصه تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل جونيور داخل منطقه جزاء كانت خطيره هذه المحاوله. لعبات الكره دائريه، لابد من ابعاد الكره بالراس بالفعل. سانتوس وكذلك رودريغو. فرصه داخل منطقه جزاء، تدخل منطقه جزاء. لعبات الكره الراسيه خطيره، لابد من محاولة تدخل
تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه اخرى خطيره في منطقه الجزاء. رفعت الكره في القائم الثاني، تدخل امام يوسف الانصيري خطيره، هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه لاعبين كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره، ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البسيط. بالنسبه للعناصر الوطنيه لعبت كره دائريه، فرصه تدخل. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل فعل الكره خرجت. هذه يعطي ترفع كره، فرصه هدف هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري، والتغطيه ممتاز مرة أخرى. غانم السيس على مستوى تدخلات كرة خارج أرضية الملعب. الحكم كيقول كندا وإقصاء منتخبات إسبانيا من الدور الثمانية. كرة مشات كرة ليوسف الانصيري، هناك خط يمتص الحماس ديال المنتخب المغربي. حكيم زياش تدخل ينطلق إلا في 14 من شهر أبريل. هناك عدد أولاحي يحاول يمرر التمريرة كانت الجهة اليمنى. عز الدين أولاحي اليسرى عند لوكاس تولنتينو، خطيرة